السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. في تاريخ السينما المصرية في أفلام ناجحة كتير قوي، أفلام تعتبر ثابت علامات في قلوب وأذهان المشاهدين، وده اللي دفع بعض المنتجين لإعادة إحياء المسلسلات دي من خلال شاشات التلفزيون وتحويلها لمسلسلات درامية لعلها تاخد نفس نسبة النجاح والضجة. لفت انتباهنا ان من خلال مسلسلات رمضان القادم باذن الله هيكون في اعادة احياء لفيلمين مهمين جدا، وهما امبراطورية ميم وجري الوحوش وتحويلهم لمسلسلات. وقبل كده تم تحويل اعمال كتير، ولكن هل نجحوا ولا لا؟ طبعا الرأي الاول والاخير للمشاهد، ولكننا هنحاول نبسط الموضوع من خلال الحلقة. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ ببين القصرين، الفيلم اللي تم إنتاجه عام 64 من خلال الثلاثية الشهيرة للكاتب الكبير نجيب محفوظ. وطبعا القصة المعروفة عن شخصية السيد المعروف عنها قوتها وحزمها، واللي تم تحويلها فيما بعد لمسلسل عام 88، وطبعا كان بنفس الأحداث والتفاصيل. وعلشان نحط النقط على الحروف من أول الحلقة، كل اللي جاي دايما هنقول وهنذكر اسم الشخصية اللي كانت في الفيلم الأول وتم تحويلها بشخصية مين في المسلسل. على سبيل المثال، النجم يحيى شاهين في الفيلم كان في مسلسل النجم محمود مرسي في دور سي السيد، أمال زايد بقت هدى سلطان في دور أمينة، عبد المنعم إبراهيم بقى صلاح السعدني في دور ياسين، صلاح قابيل بقى كمال أبو ريا في دور فهمي. العملين بصراحة في منتهى الجمال، والأدوار تم تأديتها بشكل مقارب في الإبداع، ولكني عن نفسي بصراحة بفضل المسلسل عن الفيلم، وأحب برضو أسمع رأي حضراتكم في التعليقات. ونيجي بعد كده لفيلم في بيتنا رجل، واللي تم إنتاجه عام 61 عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. والفيلم طبعا زي ما معظمنا عارف ذات صبغة سياسية، واللي بيتكلم عن المناضل إبراهيم حمدي، واللي كان مطلوب من قبل الاحتلال الإنجليزي وقتها، واللي فضل البوليس السياسي يطارده طوال الفيلم لحد ما لقى عيلة بسيطة يقدر يقعد عندهم علشان يبعد عنه شكوك. والفيلم تم تحويله لمسلسل عام 95 بنفس الأحداث والتفاصيل، واللي قام بالأدوار في العملين كان عمر الشريف استبدل بفاروق الفيشاوي في دور إبراهيم حمدي، حسن يوسف بأحمد عبد العزيز في دور محي، حسين رياض برشوان توفيق في دور زاهر، ورشدي أباظة بطارق الدسوقي في دور عبد الحميد. ومن المفارقات اللذيذة إن الفنانة زهرة العلا لعبت دورها الفنانة دلال عبد العزيز في دور سامية علشان تلف الأيام، والفنانة زهرة العلا تلعب دور الأم في المسلسل بدل الفنانة ناهد سمير. وأخيرا الفنانة زبيدة ثروت تم استبدالها بالفنانة عزة بهاء في دور نوال. والعملين برضو كانوا ما يقرب على قدر متساوي، ولكن شخصيا بفضل الفيلم عن المسلسل. ونوصل بقى لفيلم الصبر في الملاحات اللي تم انتاجه عام 86، واللي بيحكي عن وفاء اللي تم خداعها طول عمرها في الست اللي ربتها وعاشت معاها، واللي كانت فاكرة طول الوقت انها والدتها، علشان تطلع في الاخر مش اكتر من كون انها الست اللي تولت تربيتها علشان والدتها الحقيقية كانت في السجن. والفيلم تم اعادة انتاجه تاني كمسلسل بعديها ب10 سنين في سنة 96. الفنانة نبيلة عبيد استبدالا بالفنانة دلال عبد العزيز في دور وفاء. تحية كاريوكا تم استبدالها بدلال برضو اللي عملت الدورين، دور الابنة والأم في دور حسنية. مديحة يسري استبدالا بمحسنة توفيق في دور كوثر. عزت العلايلي استبدالا بكرم مطوع في دور يحيى. وسعيد صالح استبدالا بأشرف عبد الباقي في دور عتريس. وهنا بصراحة في بعض الفروق البسيطة ما بين العملين، والنتيجة بالنسبة لي هتروح لصالح الفيلم عن المسلسل. وعندنا برضو فيلم نحن لا نزرع الشوك عن قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي، واللي تم إنتاجه عام 70. القصة المعروفة طبعا عن معاناة سيدة اللي كانت بتعاني من وفاة والدتها وهي في سن صغير، مرورا بزواج والدها من زوجة تانية كانت بتعاملها معاملة سيئة، تتابعا مع الأحداث لحد خدمتها في البيوت، ولحد كمان آخر الفيلم وفاتها. كل ده طبعا اللي ما شافش الفيلم اكيد لازم يشوفه، لان هو فيلم في منتهى الروعة والجمال. والفيلم برضو تم تحويله لمسلسل
عام 98. شادية تم استبدالها بآثار الحكيم في دور سيدة. صلاح قابيل تم استبداله بياسر جلال في دور عباس. ومحمود ياسين تم استبداله بخالد النبوي في دور حمدي. والفنانة كريمة مختار قامت بدور الأم في العملين، في الفيلم والمسلسل، في دور الأم فاطمة. وكمان الفنان عدلي كاسب تم استبداله بالفنان حمدي غيث في دور محمد السمنودي. وبصراحة العملين الواحد محتار يرجح كفة مين فيهم. طبعا الفنانة شادية لعبت الدور بمنتهى الإبداع والجمال، ولكن برضو الفنانة آثار الحكيم لعبت الدور كويس جدا وكان بمنتهى القوة. لكن أنا عن نفسي برضو هنا بأرجح الفيلم عن المسلسل. ونوصل بقى لفيلم اللص والكلاب، طبعا عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ واللي تم إنتاجه عام 62. وطبعا عن القصة المعروفة لسعيد مهران اللي لسوء بخته بيتعرف في بداية حياته على الصحفي رؤوف علوان، واللي بيملى دماغه بأفكار كتير. سرعان ما سعيد بيقتنع بيها وبينفذ معظمها، علشان يتفاجئ فيما بعد ان رؤوف نفسه كان بيخدعه، ما كانش بينفذ الافكار دي ولا مؤمن بيها. والفيلم برضو تم تحويله له مسلسل عام 98، وقام بالادوار الفنان شكري سرحان، وتم استبداله بالفنان رياض الخولي في دور سعيد مهران. كمال الشناوي تم استبداله ببهاء ثروت في دور رؤوف علوان. وشادية تم استبدالها برانيا فريد شوقي في دور نور. وبصراحة هنا كان في تفاوت كبير في الأداء. صراحة أنا عن نفسي برجح كفة الفيلم بقوة عن المسلسل وأحداثه. وطبعا ياريت أسمع رأيكم برضو في التعليقات عن مين أفضل، هل الفيلم ولا مسلسل. وكمان عندنا على هامش الحلقة بعض الأفلام اللي كان ليها صدى ونجاح قوي جدا، واللي تم تحويلها طبعا لمسلسلات لاستثمار النجاح ده. ونبدأ بفيلم لا تطفئ الشمس اللي تم إنتاجه عام 61 وتم تحويله لمسلسل أظن معظمنا شافه عام 2017. وكمان فيلم أدهم الشرقاوي اللي تم إنتاجه عام 64 وتم تحويله لمسلسل عام 2009. ومين ينسى فيلم الكيف اللي تم إنتاجه عام 85 وتم تحويله لمسلسل عام 2016. كمان عندنا فيلم سمارة اللي تم إنتاجه عام 56 وتم تحويله لمسلسل عام 2011. وإزاي ما نذكرش فيلم العار اللي تم إنتاجه عام 82 وتم تحويله لمسلسل عام 2010. وبرضه فيلم الزوجة التانية اللي تم إنتاجه عام 67 وتم تحويله لمسلسل عام 2013. وكمان عندنا فيلم الإخوة الأعداء، الفيلم القوي والمعروف طبعا، اللي تم إنتاجه عام 74 وتم تحويله لمسلسل عام 2012. وأخيرا فيلم البطنية اللي تم إنتاجه عام 80 وتم تحويله لمسلسل عام 2009. وأدينا لسه مستنيين، هل هيكون في أفلام ناجحة وقوية تاني هيتم استثمارها وتحويلها لمسلسلات؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا. وأرجو لو الحلقة عجبتكم ياريت لو تشتركوا في القناة، وياريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في أسفل خانة الوصف. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد باستمرار. وما تنسوش كمان انكم تدعمونا بلايك وبشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.